شكرا. نواصل هذه الجلسة الإبداعية مع إبداعات الفنان الكبير النور الجيلاني، ويسعدني أن يكون معنا في الاستوديو معالي السيد وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان. شكرا جزيلا معالي الوزير. وحنسمعك أول حاجة ابننا جمال فرفور، البارح قال لي الأغنية كسلاوية هي كدراوية، ما تلخبطني يا جمال وقوم غني.
هايل يا جمال، هايل 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 يا معالي الوزير. شوف الاعلام في الغنى ده بغنى عن الكدر، واحد يغني عن كسله، واحد يغني عن باره، واحد يغني عن شمبات، واحد يغني عن برسودان. يعني الغنى فيه برضه يعني اولاد كسل يكونوا عارفين حاجه. يا ماشي الفاشل تعال اديك تحيه. نعم. واولاد الفاشل يكونوا سامعين عن كسله. يعني دي حاجه اعلاميه، ما في كلام. وظيفه اعلاميه، ما في كلام. انا في الحقيقه يعني هذه رائعه من الروائع، ومن هنا بحيي الفنان الكبير النور الجيلاني. نعم. والتحيه الى الكدر، كدر عبد الهادي والدوليب، الله العالم الجليل يعني. نعم. وانا بفتكر انه هذه الاغاني هي التي توحد الوجدان السوداني، وهي الحقيقه هي المساحات التي تربط كل ابناء السودان. أكيد. انا في الحقيقه يا سير سمعت كثير من الاغاني لكثير من المدن. نعم. لكن من هنالك من اجمل المدن التي لم يراها كثير من الشباب. نعم. وهي كادوغلي. يا سلام. انا ادعوك ان تزورها. انا من الشيوخ شفتها. غني لها يا غني لها. ان شاء الله ان شاء الله نمشي لها. بعدين بدنا ينصاف صوت جديد، هايله حتغني لنا تودينا النار. قال جمر الغرام. يا غالية وين ردتنا أيامنا
هايلين هايلين وهايله يا بنتي يا انصاف، انت رائعه والله.